السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. وصفتنا اليوم هي تحليه دائما في اطار السهل والسريع. تحليتنا اليوم سهله وسريعه ولذيذه، والشكل ديالها نتوما كتشوفوا هي شكل رائع، شكل مختلف على التحليات. هاد التحليه هذه سميتها حلا السجاده. هي صراحه تحليه قديمه، ماشي شي حاجه جديده اولا تريند ولا، فهي تحليه قديمه ومره كنتفكرها ونديرها وكنديرها. وهاد المره مني بغيت نديرها قلت علاش ما نصورهاش معكم فيديو ونشارك معكم الوصفه، واللي ما عمره ما جربها يجربها، وانا اكيد الا جربتوها راه غتعجبكم. ما نطولش عليكم، ندوزو جميع نشوفوا الطريقه والمقادير. اذا ان شاء الله على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. المكون الاساسي والرئيسي هو البسكوي، يعني استعملوا اي بسكوي عندكم. كنجيبوا واحد المول سواء بحال هذا ديال الزاج اولا مول اللي يكون كيتفتح عادي، لان التحليه ديالتنا كتبرد وكتشد في راسها. فانا هنايا غادي نجيب البسكوي هذا ساده. تقدروا ديروا بسكوي ساده بحال اللي درت انا، تقدروا ديروا البسكوي بشوكولا اللي زعما اللي كتبغيو اللي كتفضلوا. فكنجيبوا المول وكنستفوا فيه البسكوي ديالنا. انا هنايا غادي نستف البسكوي، يعني نفزقوا بالحليب. نتوما الا كنتو تبغيو تبقوا يعني انكم تاخذوا البسكوي وتفزقوه في الحليب هو الاول عاد تستفوه في المول، حتى هي ممكن. انا كنفضل هاد الطريقه صراحه كتجيني افضل. يعني حتى البسكوي كيبقى شاد الشكل ديالو، ما كي يعني شي مرات ملي كنغطسوه في الحليب كاين اللي كتهرس كاين اللي كتذوب، فهكا تيكون افضل. هنايا جبت واحد الكميه ديال الحليب وصافي، وغادي نبقى كنفزق فيه كيف ما كتشوفوا هكا، كنفزق في هذاك البسكوي ديالي. انا هنايا درت طبقه واحده ديال البسكوي. الا بغيتو ديروها طبقه ثانيه فكديروا وحده من فوق وحده، يعني كتديروا الطبقه الاولى كتفزقوه بالحليب وكتعاودوا كتعاودوا تستفوا من فوق منه. انا كنكتفي بهكا يعني ببسكوي واحد، يعني بحبه واحده في المول. فصافي هنايا نشربو مزيان، يعني بنشربو مزيان بهذاك الحليب صافي، وكنخليه على جنب. وكندوز كنوجد الطبقه الاولى اولا الثانيه اللي غنديرو من فوق البسكوي. عندي هنايا كنجيب واحد الكاسرول وكندير فيها هنايا غنوجدو طبقه ديال الكاسترد. فانا عندي هنايا الكاسترد او الكريم باتيسير جاهزه اللي هي بودغ. عندي هنايا 5 المعالق كبار عامرين مع 3 المعالق كبار عامرين ديال سكر حبيبات اولا سكر سنيده. السكر دائما تيبقى على حسب الذوق، مع الفاني باش غادي نكه الكاسترد ديالي اولا طبقه الكريمه الاولى مع الحليب. انا هنايا غادي ندير 3 الاكواب ديال الحليب، كل كاس يعني السعه ديالته 250 ملل، يعني غادي ندير 750 ملل او ما يعادل اترو لاروب ديال الحليب. اول شيء غادي ندير غير واحد شويه ديال الحليب حتى كنخلط هذيك الكريم باتيسير اولا الكاسترد بودر مع السكر مع الفاني باش ما يبقاش عندنا تكتلات. كنتاكدوا بانهم دابوا مع بعضهم. عاد كنضيفوا باقي الكميه اللي عندنا ديال الحليب. هنايا هاد الكريم باتيسير ممكن توجدوها، يعني ما كانش عندكم هذه الجاهزه بودغ ديروا النشا وديروا صفار البيض عادي بطريقه باش كنوجدوها عادي. يعني ديروا 4 ديال المعالق كبار هكا ديال النشا اولا المايزينا مع صفار البيض وصافي، وكديروا باقي الخطوات كاملين كما هما. صافي هنايا كنخلطوا كلشي على البارد هو الاول، من بعد كنحطوا الخليط ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقد لنا الخليط. صافي هنايا من بعد ما عقد كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير لهم واحد الطريف ديال الزبده. درت واحد المعلقه صغيره بحال هكذاك ديال الزبده. صافي غير كتذوب لي هذيك الزبده في وسط الخليط، وكندوزو كنخويو الخليط ديالنا مباشره وهو سخون. كنخويوه فوق الطبقه الاولى ديال البسكوي. كنخويوه حيتاش هذا الكاسترد فدغيا يعني راكم عارفين دغيا كيجمد اولا دغيا كيبدا كيدير تكتلات. صافي لهذا نحاولوا تكون يدينا شويه خفيفه. صافي من هنايا كنمشيوه مزيان، كنمشيو هذاك الكاسترد ديالنا مزيان من فوق الطبقه ديال البسكوي. صافي وكندوزو عاوتاني مباشره كنديرو من فوق من هذاك الطبقه ديال الكاسترد كنديرو عاوتاني البسكوي بنفس الطريقه. كنعاودو كنستفوا واحد الطبقه ديال البسكوي. ما يحتاجش اننا نخليو الكاسترد حتى يبرد او لا، يعني غير كيشد شويه في راسو راه دغيا يعني في ساعتين نشف من الفوق. صافي كنبداو كنستفوا فوق من البسكوي ديالنا. في هذه المرحله هذه ما كنعاودوش نسقيو البسكوي بالحليب لان ديجا الطبقه اللي تحت سخونه، واللي غادي نديرو فوق من البسكوي عشان حتى هي سخونه، فهذيك السخونيه راه غادي ترطب لنا البسكوي ديالنا. صافي من بعد ما كنديروا الطبقه كامله ديال البسكوي كندوزو للخليط الثاني اللي هو عاوتاني الكاسترد ولكن بالنكهه ديال الشوكولا. فهنايا خديت 4 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير مع 3 المعالق ونص كبار ديال سكر حبيبات
مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو بودر، 2 معالق ونص. من الاحسن يكون الكاكاو نوعيه جيده باش كيعطينا واحد المذاق زوين للكريمه ديالنا. وحتى هو نفس الشيء غادي نديرو 3 الاكواب ديال الحليب، ما يعادل لترون لاروب اولا 750 ملل. في الاول غادي ندير غير شويه ديال الحليب، كنخلط مزيان حتى كيذوب لي داك الشكلاط والكريم باتيسير وهذا مع بعض، عاد كنضيف الكميه كامله ديال الحليب. هاد الكريمه هذه ممكن الا بغيتو تنكهوها تقدروا ديروا فيها القهوه، يعني قهوه سريعه الذوبان. انا صراحه خليتها بالنكهه ديال الشوكولا، فما درت لها حتى شي نكهه. انا بغيتها يعني تكون كريمه عاديه بنكهه ديال الشوكولا. صافي كنخلط مزيان حتى كيذوبوا على البارد دائما، وكنديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى يعني مع التحريك المستمر حتى كيعقد ليا الخليط. هنايا علاش كنوجدوها، علاش وريتكم هذيك ديال البسكويت كنوجدوها باش مباشره كنحطوا فوق منها الخليط مني كيوجد. صافي هنايا من بعد ما عقد لي الخليط كنضيف له واحد الكميه ديال الشكلاط اختياريه على حسب اللي توفر، واحد طريف ديال الزبده. هذاك الشكلاط باش كنعززوا النكهه ديال الشوكولا في ديك الكريمه ديالنا. صافي كنخلطوه مزيان حتى كيذوب لينا الشكلاط وكتذوب لينا ديك الزبده، وكنعاودو كنديروا نفس الطريقه، يعني كنجيبوا عاوتاني ديك الكاسترد بالنكهه ديال الشكلاط وكنديروهم فوق البسكوي. هنايا كنكونوا موجدين البسكوي باش ما يبردش لينا، زعما الكريمه ديالتنا ما تبردش اولا دير لينا تكتلات. نفس الطريقه كنحاولوا كنمشيو عاوتاني الكريمه مزيان من فوق، يعني فوق البسكوي ديالنا. وصافي وكنخليوها حتى كتبرد، يعني نخليوها حتى كتبرد مزيان، وهذوك الطبقات كيشدوا في بعضياتهم، يعني كاينش تيبردوا. صافي وكندوزو ديك الساعه للتزيين. انا هنايا تقريبا خليتها، يعني درتها بحال اليوم وخليتها حتى النهار الاخر، يعني ليله كامله في الثلاجه باش شدات لي مزيان. هنايا قطر لي شويه ديال الماء من هذاك البلاستيك، صافي وانا نشفو هكذا وصافي وكندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين يعني كيبقى اختياري، كتزينوا باللي متوفر عندكم. انا هنايا غادي ندير الكوك عادي، وغادي ندير البسكوي بالشوكولا يعني مدقوق كدقيتو، مع بسكوي عادي ساده حتى هو مطحون، يعني ماشي بودغ غير مدقوق، مع الكوك محمر. انا هادو هما اللي غنستعمل في التزيين. ممكن تستعملوا مكسرات على حسب اللي متوفر عندكم، تقدروا ديروا اللوز اولا الكاوكاو اولا البيستاش، ولا تقدروا ديروا شوكولا محكوكه يعني. فالتزيين تيبقى دائما اختياري وعلى حسب المتوفر. انا اليوم غنشارك معكم الطريقه اللي درت انا في التزيين. فهي كيسميوها حلا السجاد، لان كتزينوها على شكل سجاده او على شكل زربيه، ولا يعني هنايا كتعطيو يعني الجانب الفني اللي عندكم كتخرجوه. فانا هنايا الجانب الفني عندي على قد الحال. التزيين اللي درت تزيين بسيط على قد الحال. هكا درت خطوط، انا شاركت معكم، يعني درت خطوط في الاول يعني على شكل مثلثات، يعني الكوك العادي ماشي المحمص. صافي ومن بعد غنجيب البسكوي اللي مطحون، هذاك البسكوي محيت له الكريمه ديالته اللي كتكون في الوسط. صافي وطحنته وحتى هو غادي نزين به كيف ما تشوفوا معايا. ف الا كنتوا وصلتوا معايا حتى لهنايا من الفيديو فشكرا لكم جزيلا، وفضلا وليس امرا ما تنساوش لايك للفيديو وشي تعليق، ولو غير نقطه منكم. الا خليتوا لي تعليق في غير نقطه فراه كتعاونني وكتدعم لي القناه. صافي هنايا من بعد ما درت الشوكولاته هذا البسكويت ديال الشوكولا، هنايا غادي ندير لا شنو سميتو الكوك محمر. الكوك محمر. انا هذا التزيين هذا راه تقدروا تزينوه عاوتاني مباشره من بعد ما ديروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه. انا كنفضل حتى كتبرد مزيان باش ملي كنجي وقت التقديم كيكون هذاك البسكوي وهذا كيكون باقي فيه ديك القرمشه، محافظ على القرمشه ديالو. صافي هنايا من بعد ما درت الكوك محمر فدابا غادي ندير البسكوي ساده. هذه هي زعما هذا هو التحليه ديالت اليوم. التحليه دي صراحه قديمه، يعني كنديرها من مده طويله هذه. واليوم قلت كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، اليوم قلت علاش لا لما نشاركهاش معكم. هي كتصاوب الطريقه هذه، يعني بالكاسترد، طبقات ديال الكاسترد. وكاينه طريقه اخرى اللي كتكون بالكريمه، يعني كريمه بارده ما كنسخنوهاش، يعني كريمه كنطلعوها. ان شاء الله من بعد الا عجبتكم نشاركها معكم. وهذا هو التزيين، هذا هو الشكل النهائي ديال التزيين. هي فعلا كتجي بحال شي سجاده، وتقدروا ديروا وريضات، تقدروا ديروا مربعات، مثلثات. المهم نتوما تبدعوا، انا اكيد نتوما غادي تبدعوا فيها احسن مني. انا عطيتكم الفكره من عندي والابداع من عندكم. وهنايا تشوفوا معايا الطبقات كيفاش كيجيو ديك الطبقات ديال الكاسترد، وكتجي بيناتهم يعني طبقه ديال البسكوي. انتم غتشوفوا معايا، انا غادي نقطع معكم مورسو وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجيو الطبقات، كيجيو باينين
يعني كتجي هذيك التحليه كتكون كريميه، يعني عندنا طبقات ديال الكريمه ونقص منهم البسكويت كيعطي واحد القرمشه، زائد داك التزيين اللي حنا مزينين به، يعني سواء درتو مكسرات سواء درتو البسكوي هكا كتكون واحد القرمشه حتى هي خفيفه، يعني كريمه مع قرمشه داكشي كيجي زوين. صدقوني كتجي زوينه بزاف. والنكهات نتوما تلعبوا فيهم كيف ما بغيتيو. انا درت نكهه ديال الفاني، تقدروا ديروا النكهه ديال الكراميل يعني الكاسترد بالكراميل، تقدروا ديروا ديال الشوكولا هي اللي تحتانيه وديال الفاني من الفوق، تقدروا ديروها بمذاق ديال الحامض. المهم نتوما كتلعبوا في المذاقات على حسب الرغبه ديالكم والذوق ديالكم. شفتوا معايا هنا الطبقات كيفاش كيجيو باينين، طبقه ديال البسكوي لتحت، طبقه ديال الكاسترد، طبقه ديال البسكوي، وعاوتاني ديال الكاسترد بالشوكولا والتزيين. وهنايا هذا الشكل النهائي ديال المورسو ديالنا اللي قطعت معكم. يعني درنا في الطبسيه شويه ديال الحركات وكذا، لزوم يعني لزوم تزيين. وهنايا غادي تشوفوا معايا كيفاش كتمشي فيها المعلقه دايبه ذوبان. وهكذا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، وفضلا وليس امرا نفكركم في اللايك والاشتراك بالنسبه اللي مازال ما مشتركش، وشي تعليق محفز من عندكم. ومع السلامه الى فيديو القادم ان شاء الله باذن الله.